اللي هتسمعه دلوقتي حصل بجد، واللي يدخل الغرفة عمره ما بيخرج زي ما دخل. مستعد تسمع الحكاية؟ بيقولوا إن التاريخ ما بيكدبش، بس الحقيقة إن التاريخ بيخبي. تحت تراب الشوارع القديمة في القاهرة في قصص اتدفنت وهي صاحية، قصص لو عرفتها هتتمنى لو كنت فضلت جاهل. بس يوسف ما كانش جاهل. يوسف كان مرمم مخطوطات، شغلته إنه يرجع الروح لورق ميت. بس المرة دي الورق هو اللي رجع له روح ما كانش المفروض تطلع من قبرها. أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة، المكان اللي بنعيش فيه كل يوم قصة جديدة مليانة رعب وغموض وإثارة. فزي ما تعودنا، افصل نفسك عن أي حاجة حواليك وحضر سماعاتك واستعد، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، دي تجربة رعب هتعيشها بكل تفاصيلها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. نزلت سوق الجمعة، كنت بدور على أي مخطوطات قديمة، ولاحظت واحد واقف بفرشة وبيبيع حاجات قديمة وأنتيكات. وفي وسط الكراكيب وأنا بدور لفت نظري جلد غزال أسود، مذكرات متخيطة بخيط صوف خشن. ساعتها صاحب الفرشة قال لي إنها مذكرات واحد كان شغال مع السكاكيني باشا. ولما سألته أنت جبتها منين؟ قال لي اشتريتها من واحد في بيت قديم ورا قصر السكاكيني في منطقة الظاهر. بعدها اشتريتها منه وروحت، وأول ما فتحتها في البيت ظهرت ريحة بخور غريبة ملت المكان، ريحة بخور ميتين. وفي أول صفحة من المذكرات كانت مكتوبة الجملة دي بخط أحمر باهت: من يدخل البيت بغير دعوة يخرج منه بغير لسان، ومن يقرأ المكتوب خلف المراية يكتب اسمه في سجل الهالكين، والسر داخل البيت. قلت لازم أعرف إيه السر ده. نزلت ورحت منطقة الظاهر عند قصر السكاكيني، وقعدت أدور على أوصاف البيت اللي الراجل قال لي عليها، لغاية ما لقيت بيت ورا قصر السكاكيني، بيت قديم. رحت وقعدت أخبط على الباب، لكن مفيش حد فتح. بس وأنا بخبط لقيت ورقة متعلقة ومكتوب عليها غرفة للإيجار والاستفسار عند عم منصور. أخدت الرقم اللي كان مكتوب عليها وروحت، وأول ما وصلت البيت اتصلت بالرقم وحجزت الغرفة. وتاني يوم بالليل خدت شنطتي ونزلت، رحت منطقة الظاهر. ومنطقة الظاهر بالليل غير الصبح خالص، الشوارع بتضيق والنور بيقل. والبيت كان في حتة مقطوعة ورا قصر السكاكيني، بيت صغير ودورين، الحيطان بتاعته كانت مقشرة كأنها جلد بينسلخ. واللي لاحظته إن الناس في المنطقة ما بيعدوش من قدامه، وبيسموه بيت الأخرس. ليه؟ محدش عارف. يا عم منصور، أنا يوسف اللي كلمتك في التليفون علشان الأوضة. جيت في ميعادك يا يوسف. أهلا يا حاج منصور، معلش تقلت عليك، بس زي ما قلت لك محتاج هدوء عشان عندي شغل ترميم مهم. يوسف دخل ورا منصور البيت. من جوه كان أضيق بكتير مما يبان عليه من بره، وريحة البخور كانت كاتمة النفس، ريحة مخلوطة بريحة حاجة بتتحرق، ريحة أشبه بشياط هدوم أو شعر. منصور مشي قدامه، ويوسف ما شافش وشه ولا مرة.
كان شايف بس ظهره المحني وقفطانه الرمادي اللي عليه بقع سودة زي الزيت. الأوضة بتاعتك فوق، بس خف رجلك وانت طالع على السلم الخشب، والمراية اللي في الأوضة ما تغطيهاش، أصل هي بتحب الوشوش الجديدة. أول ليلة الساعة 2 صباحاً، يوسف قعد يرتب حاجته وقعد على المكتب الصغير، فتح المذكرات وبدأ يشتغل. الدنيا كانت ساكتة تماماً، مفيش صوت، وفجأة بدأ الصوت. ايه ده؟ ده صوت فار ده ولا ايه؟ لا، ده صوت زي ما يكون حد بيحفر بضوافره في الحيطة. يا عم منصور، هو في فيران في الحيطة ولا ايه؟ مش كنت تسأل عني الأول قبل ما تسكن في بيتي؟ مين هنا؟ يوسف لف الأوضة كلها، مفيش حد. الباب مقفول من جوه والشباك مقفول. بص في المراية اللي منصور قال له ما تغطيهاش، وفجأة النور اللي في الأوضة بدأ يرعش، وبدأت مادة حمراء تقيلة زي الدم تظهر من ورا زجاج المراية. المادة كانت بتتشكل وتكتب حروف. الدور عليك؟ يعني ايه؟ انا لازم امشي، البيت ده فيه حاجة غلط. يا حاج منصور، يا عم منصور، يا حاج افتح الباب، انت قافل بالاقفال دي كلها كده ليه؟ يوسف شاف عم منصور واقف في ركن ضلمة، بس النور اللي جاي من شباك الأوضة بين إن منصور ما عندوش ظل على الأرض، والبقع اللي كان شايفها على القفطان الرمادي اللي كان لابسه ما كانتش بقع زيت، دي كانت آثار صوابع محروقة على القماش. اللي بيدخل بيت الأخرس يا يوسف بيبقى ضيف، والضيف ما يمشيش قبل ما صاحب البيت يضيفه. انت قريت اللي على المراية؟ افتح الباب يا راجل يا مجنون انت، افتح بدل ما اطلب لك البوليس. البوليس؟ البوليس ما يجيش للميتين يا يوسف، أنا الرصد، أنا اللي منصور سابه هنا عشان يحرس السجل، وانت اللي عليك الدور تمضي في الصفحة الجديدة. يوسف فقد الوعي، ولما فاق لقى نفسه في مكان ما كانش يتخيله. لقى نفسه جوه المذكرات اللي اشتراها. انا فين؟ والارض مالها طريه كده ليه؟ الحيطان ملمسها زي الجلد. انا لسه في الاوضه؟ لا، دي مش اوضتي. وايه الريحه دي؟ ريحه ورق قديم مبلول، ريحه غريبه. يوسف فتح عينه، لقى نفسه في نسخة مشوهة من البيت. الألوان ممسوحة، مفيش غير الرمادي والأسود، والحيطان مش مبنية من طوب، دي مبنية من كتب ومخطوطات مرصوصة فوق بعضها، والورق بتاعها بينزف حبر أسود بيسيل على الأرض. مين اللي بيتكلم؟ يظهر يا منصور، انت عايز مني ايه؟ فجأة الحيطة اللي قدام يوسف بدأت تتفتح زي شاشة سينما قديمة، وشاف منصور وهو شاب في سنة 1924. كان لابس لبس فخم وواقف قدام السكاكيني باشا وبيقول له: يا سعادة الباشا، الكتاب ده مش مجرد ورق، ده في الطريقة اللي تحمي بيها أصولك وكنوزك للأبد. الرصد اللي هحضره مش هيخون ومش هينام، بس الطلب هيبقى غالي. عايز ايه يا منصور؟
دهب؟ قصور؟ قول اللي انت عايزه. عايز الخلود في البيت ده. عايز أفضل حارس للسجلات اللي جمعتها طول عمري. والتميمة بتقول روح تخدم روح، ولساني يتقطع عشان السر ما يروحش. يا نهار اسود، منصور قدم ابنه قربان، قطع لسان ابنه عشان يربط الرصد بالبيت، عشان كده سموه بيت الأخرس. الرؤية اختفت ويوسف لقى نفسه تاني في صالة البيت، بس المرة دي منصور ما كانش لوحده. كان معاه خيالات سودة، أجسام من غير ملامح بتتحرك على الحيطان زي الضلال. عرفت السر يا يوسف. اللي بيعرف السر لازم يدفع ثمنه. انت فكرت ان المذكرات وصلتك بالصدفة. لا، انا اللي ندهت لها. انا محتاج ايد جديدة تكتب في السجلات، ومحتاج عين جديدة تحرس الورق. أنا مش هكون عبد عندك، أنا لازم أخرج من هنا. يوسف وصل للمنور، المكان اللي منصور حذره منه. بس المنور ما كانش فاضي، كان عبارة عن حفرة غريقة، وفي قاع الحفرة كان فيه هياكل عظمية لناس كتير، كلهم لسانهم مقطوع، وكلهم ماسكين في ايديهم اقلام ريشة وبيكتبوا على جلودهم اللي لسه ما اتحللتش. يوسف افتكر الجملة اللي كان قراها قبل كده: من يقرأ المكتوب خلف المراية يكتب اسمه في سجل الهالكين. جري على الأوضة فوق وهو بيموت من الرعب. الرصد كان وراه مباشرة، ضوافره الطويلة كانت بتخربش ظهر يوسف. المراية، أنا لو كسرت المراية ممكن اللعنة تتكسر، أو ممكن أكون بفتح الباب للجحيم. يوسف مسك فازة ورد قديمة وحدفها بكل قوته في المراية علشان المراية تتكسر. لا، انت كده فتحت سجل الهالكين على آخره. انت ما كسرتش المراية، انت كسرت الحاجز اللي بيننا وبين عالمكم. البيت بدأ يتهز كأن في زلزال. المخطوطات بدأت تطير وتلزق على جسم الرصد. الورق بدأ يغطيه ويخنقه، وكأن الورق بينتقم من اللي حبسه سنين. الرصد بدأ يتحول لكتلة ضخمة من الورق والحبر الأسود. أنا لازم أخرج من هنا دلوقتي. يوسف جري على السلم ووصل للباب. لقى الإقفال كانت بتقع لوحدها وهي بتسيح كأنها شمع. فتح الباب وخرج للشارع. الفجر كان بدأ يشقشق. يوسف كان بيحاول يتكلم بس صوته ما كانش طالع، وأول ما حط إيده على بقه اكتشف حاجة غريبة. يوسف افتكر أول جملة في المذكرات: من يدخل البيت بغير دعوة يخرج منه بغير لسان. هو خرج فعلا من البيت، بس ساب صوته ولسانه هناك كقربان جديد لبيت الأخرس. ولما لقى نفسه كده جه في باله الشيخ رضوان. جري بسرعة على بيته وخبط على الباب. يوسف يا ابني، ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ وايه اللي مبهدلك كده؟ يوسف كان بيحاول يتكلم، بيطلع منه صوت هسيس وبكاء مكتوم، وبيشاور بلهفة على حنجرته. يا ساتر يا رب، ادخل يا ابني تعالى. يوسف كان بيحاول يشرح بالإشارة للشيخ رضوان، لكن الشيخ رضوان ما كانش فاهم حاجة. علشان كده قام وجاب ورقة وقلم ليوسف علشان يكتب فيها. يوسف كتب في الورقة بسرعة: سكنت في بيت الأخرس، الرصد أخد لساني وحبسني جوه السجل.
الشيخ رضوان أول ما قرأ الجملة وشه اصفر والسبحة وقعت من إيده. رضوان ما كانش مجرد شيخ عادي، ده عارف بالأسرار اللي بتخبيها المخطوطات السوداء. يا يوسف، انت دخلت عش الدبابير. بيت الأخرس مش بيسيب ضيفه غير وهو ناقص حتة منه. لسانك دلوقتي بقى هو الريشة اللي الرصد بيكتب بيها أسماء الضحايا الجدد في سجل الهالكين. ولو ملحقناش لسانك قبل ما الشمس تطلع بكرة، هيفضل هناك للأبد، وانت هتفضل خيال ميت وسط الأحياء. خد الملح ده، وخد كمان مية الورد المخلوطة بالزعفران. ده السلاح الوحيد ضد الرصد اللي مصنوع من ورق. لازم نرجع البيت دلوقتي وندخل المنور. السجل الأصلي هناك. الرصد دلوقتي في أضعف حالاته لأنه بيضم لسانك للسجل. العملية دي بتاخد مجهود منه، بس خلي بالك، البيت هيحاول يخدعك. هيسمعك صوت ناس بتحبه وهيوريك ذكريات قديمة. اوعى تبص وراه، اوعى. البيت كان مستنيهم كأنه حيوان مفترس فاتح بقه. النور اللي طالع من الشبابيك ما كانش نور لمبات، ده كان ضوء أخضر باهت طالع من الشقوق. أول ما دخلوا الباب اتقفل وراهم برزعة هزت الحارة كلها. يا صاحب المكان، احنا جينا نسترد الأمانة. مفيش عهد بين حي وميت. اظهر وبان. رضوان ويوسف لما دخلوا البيت نزلوا على المنور، ولما نزلوا شافوا الحفرة اللي كانت فيها الهياكل، بس كان في نص الحفرة ترابيزة خشب ضخمة عليها كتاب حجمه أكبر من أي بني آدم، ومن جوه الكتاب كان طالع لسان يوسف وهو بيتحرك لوحده وبيرسم حروف بدم أسود. ياه، الشيخ رضوان، انت جيت لنهايتك يا راجل يا عجوز. يوسف خلاص بقى حرف في كتابي، ولسانك يا يوسف بقى ملكي. ارمي الملح يا يوسف دلوقتي، وارسم دايرة حوالين السجل وما تخليهوش يلمس الورق. يوسف رمى الملح بكل قوته. الرصد بدأ يتشكل في صورة كتلة ورق عملاقة وبدأ يهجم على يوسف. يوسف مد إيده جوه الكتاب. الحرارة كانت بتحرق إيده كأنها محطوطة في زيت مغلي. مسك لسانه وبدأ يشده بكل قوته. لو خدته البيت هيقع عليك وهتموت مدفون هنا. شد يا يوسف، ما تصدقوش، ده وهم. يوسف شد لسانه وحطه في مية الورد والزعفران. في اللحظة دي الرصد داب كأنه حبر نزل عليه مية. البيت بدأ ينهار فعلا. رضوان ويوسف جريوا لغاية الباب والحيطان بدأت تقع وراهم. الحمد لله على السلامة يا ابني، انت رجعت من الموت. يا مولانا أنا صوتي رجع تاني. رجع يا يوسف، بس خلي بالك، انت ما خدتش لسانك وبس، انت خدت معاه سر السجل. قصدك ايه؟ يوسف بص في ايده لقى انه لسه ماسك الريشة اللي كانت في السجل، وبص في المراية بتاعة العربية المركونة جنبه لقى عينه ما بقاش لونها اسود، دي بقت لونها زي الحبر. يوسف ما خرجش من البيت لوحده، الرصد سكن جواه، والقصة اللي بدأت ببيت الأخرس لسه ما خلصتش. لسه في أسماء كتير ناقصة في السجل، والدور الجاي
على اللي بيسمعنا دلوقتي. بيقولوا إن التاريخ بيخبي بلاوي، بس البلاء الأكبر لما التاريخ هو اللي يلاقيك. تصبحوا على أمل إنكم ما تمضوش في سجل الهالكين. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.